لو عندِك بواقي فراخ مسلوقة أو لحمة مسلوقة ما تحمليش هَم، هنعمل بيها صنف حلو جدًا وهي كفتة البطاطس بالفراخ أو بواقي الفراخ أو اللحمة. ممكن نعملها باللحمة المفرومة، ممكن نعملها بالفراخ العادية، ولكن أنا عندي بواقي ممكن إن أنا أستغلها وأعمل بيها الصنف الحلو ده. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل البطاطس الجميلة دي إزاي، الموفرة واللي نقدر نعملها بمنتهى البساطة. طبعًا إحنا عارفين إن الفراخ طعمها بيغيّر لمّا بنحطها في التلاجة، وأقول لِك معلومة بسيطة تشيليها في الشوربة بتاعتها عشان ما تغيّرش في طعمها، ولو عايزة تعمليها الصنف ده هتكون متحمّرة عندِك أو عندِك بواقي، هتجيبي كيلو من البطاطس تحطي عليه ملح وفلفل أسود وكمان جنزبيل وقرفة، معلقتين من البقدونس، فصّين من التوم وكمان نُص بصلة صغيرة، وباضيف صفارة من البيضة، وبعد كده أضيف لها الفراخ اللي أنا فرمتها، البواقي الفراخ وحطيت عليها فلفل حار وفلفل أسود. بعد كده باجيب 2 بيضة ومعاهم شوية من اللبن، باكون صبّعت هنا عندي الفراخ طبعًا واحطها في التلاجة شوية تجمد، وبعد كده أحطها في البيض باللبن مع شوية من الفلفل الأسود وشوية من الكمون، وبعد كده بابدأ أحطها في البقسماط مع شوية من الدقيق وشوية من الكمون، وبرضه بابدأ إن أنا أضغط عليها كويس جدًا، باحطها في التلاجة تجمد شوية، وبعد كده بابدأ أحمّرها في زيت غزير وبتطلع بالمنظر الجميل ده، ومش بتسيب من بعضها بتكون حلوة جدًا، وزي ما أنتم شايفين هنفتح واحدة مع بعض ونشوف شكلها إيه من جوّه. أظن أنتم شايفين شكلها يغني عن إن أنا أوصف لكم الطعم والريحة والجمال اللي موجود فيها، وده كله من بواقي الفراخ. أتمنى إن أنتم تجربوها، وطبعًا بنجملها بالبقدونس، والبقدونس غني بفيتامين سي وفيه فيتامين إيه كمان، وعندي الطماطم غنية بالحديد، وجملتها كمان بالزيتون الأخضر. أتمنى إن هي تعجبكم وتنال رضاكم، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.